أحلى صينية مشكل باللية والبطاطس. في صينية هنزل بمعلقة سمنة وعليها ليا، وانزل عليهم بالسجق واشوح السجق، وبعد كده انزل بالكبدة واشوح كمان الكبدة، وبعد كده هضيف البصل وهقلب. وبعد شوية لما البصل يصفر هنزل بالفلفل الأخضر وفلفل ألوان، وكمان دلوقتي هنزل بالطماطم وأقلب كويس جدا. وبعد كده هضيف الملح والفلفل الأسمر والكمون والكزبرة، مش هزود أي توابل تاني. وبعد كده هنزل ببطاطس مسلوقة وعليهم معلقة دبس رمان بتدي طعم حلو قوي، ولو مش موجودة مفيش مشكلة. هعمل مع صينية المشكل بصل طعمه حلو قوي. هجيب بصلة مقطعاه بالشكل ده وعليهم ملح وسماق، وكمان هزود ليمون وهدعكه بالشكل ده. هاجي بقى للطحينة، هجيب ربع كوباية طحينة وعليها نص كوباية مية مغلية، هقلب كويس جدا لحد ما الطحينة تدوب في المية. وبعد كده هضيف ملح وكمون وشطة وثوم وأقلب كويس جدا. وكمان هزود بابريكا، وبحب ازود نعناع مجفف بيدي طعم حلو قوي. وبعد كده هنزل بمعلقتين خل واقلب كويس، والخل هنا هو اللي هيخلي قوام الطحينة يتقل بالشكل ده. ودي هتبقى احلى صينية مشكل باللية والبطاطس ومعاها البصل والطحينة، وبعمل منه احلى سندوتش بجد روعة، لازم تجربوه. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. مع السلامة.